بوابة طالب العلم الشرعي. وأما أهل السنة فثبتوا على السنة، على الكتاب والسنة، ورفضوا هذه الكتب وهذه العقائد، رفضوها رفضا تاما، وتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله وبعقيدة السلف الصالح. وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، أنه يبتلي أهل الإيمان بأهل الباطل ليتميز الصابر المجاهد الثابت على دينه من الذي فيه نفاق أو فيه شك، يتميز هذا من هذا. ولولا المحن ما تميز أهل الحق من أهل الباطل. الله جل وعلا يجري هذه المحن لحكمة عظيمة، وإلا لو ترك الناس التبس الحق بالباطل، وظن من يظن أن الناس كلهم على حق. لكن إذا جاءت المحن افترق الناس إلى فريقين، فريق أهل الحق يثبتون، وفريق أهل الباطل يزيغون ويضلون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. هذا أصل البلاء، مثل ما تشاهدون اليوم. لما جاءت هذه الفتنة من الكفار على الإسلام وأهل الإسلام، ظهر من المسلمين من يؤيدهم، من يؤيد الكفار ويدعو بدعوتهم. ظهر من المسلمين ومن أولاد المسلمين ومن المنتسبين إلى العلم، ظهر من انحاز إلى صف الكفار يؤيدهم ويحبذ فكرتهم، يحبذ أفكارهم ويروج لها. هذه سنة الله في خلقه، أنه يبتلي العباد ليتميز المؤمن الصادق من المنافق والذي في قلبه مرض. تبين هذا. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ما نعرف أهل الشر إلا عند الفتن، ما نعلم الغيب نحن، الذي يعلم الغيب هو الله جل وعلا. نحن ما نعلم الغيب، ونحسب الناس كلهم طيبين لأنهم ساكتون. لكن إذا جاءت المحن كشفت أهل الضلال وأهل النفاق وأهل المرض القلوب، انكشفوا. والواقع الآن خير شاهد على ذلك. نعم. وهكذا ينبغي أن يحذر من أهل الضلال. في ناس الآن يقولون لا تقولون بالناس شيء، يعني نسكت ونخلي أهل الضلال يفسدون في دين الله. لا، يجب أن نحذر منهم ونبين مناهجهم وخططهم، ما نسكت. هذا كتمان. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. لا بد من البيان عندما تظهر الفتن والشرور والمذاهب الخبيثة والمناهج المنحرفة. ما نسكت، ما نفسح المجال لأهل الكفر وأهل النفاق وأهل الضلال ينشرون شرهم، بل يجب علينا أن نحذر منهم ونبين ضلالهم، كما فعل ذلك الأئمة الذين ذكر لكم جملة منهم. نعم، أعدهم. نعم. وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم. في ذم هؤلاء وتضليلهم، ما قالوا نسكت عنهم نحن ملزومين مثل ما يقال الآن، أو أشد من ذلك يقولون حرية الرأي أو الرأي الآخر، كما يقولون الرأي الآخر. هذا رأيك لكن هنا رأي آخر. طيب، المسألة مسألة آراء ولا مسألة قرآن وسنة؟ لا، الله لم يكلنا إلى الآراء والأفكار. الله أنزل علينا كتابا وسنة، ما هي بالمسألة مسألة آراء. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فرأيي ورأيك ورأي فلان تعرض على كتاب الله وسنة رسوله، ومن شهد له القرآن والسنة يؤخذ به ويترك ما عداه.
ما فيه رأي آخر، ما فيه إلا دين صحيح. نعم. ولهم كلام حسن في أشياء. نعم. فإنما بينت أن عين تأويلات. ولا ينبغي أننا إذا صار الإنسان له حسنات وعنده خير إننا نغضي عن الباطل الذي عنده والضلال الذي عنده، نبين هذا، ولا نتأثر بمن يقولون الآن الموازنات وفلان له حسنات. له حسنات ما يخالف، احنا ما جحدنا حسناته، ولكن الباطل الذي عنده أو الخطأ الذي عنده لا بد نبينه للناس لئلا يغتروا بذلك. أما حسناته فهي عند الله ما نتعرض لها، ونحن نبين الأخطاء فقط لئلا يغتر بها الناس. نعم. وهذا من لطف الله أنه يقيض لأهل الباطل من يرد عليهم في كل زمان ومكان، ولا تأخذه في الله لومة لائم، يرد على أهل الباطل ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يستمع للمخذل والمرجف، بل يستمر ويمضي في بيان الحق ورد الباطل. وهذا هو الواجب على العالم، والواجب على العالم لا سيما عند الحاجة أنه ما يسكت. نعم. ويخلي أهل الضلال يعيثون في الأرض فسادا ويضللون الناس ويروجون أفكارهم. يجب على العلماء أن يبينوا وأن يتكلموا على هؤلاء. وهذا من رحمة الله أنه ما يخلو وقت من قائم لله بحجة يرد على أهل الباطل.